السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احوال جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله يكون خفيف ظريف على قلوبكم يا رب يا كريم. المهم البنات، انا دابا راني غاديه عند صاحبتي، وقلت علاش لا ما نشاركش معاكم فلوق خفيف ظريف، وفي نفس الوقت نشارك معكم واحد الحاجه اللي ديما كتطلبوني عليها وديما كتقولوا لي يا ايمان شاركي معنا شاركي معنا. فانا اي حاجه كتطلبوها مني راه كنديرها معاكم. ايوا صافي، دابا المهم انا غاديه باش نقضي معاها واحد الغرض، وتما غادي نصور لكم شي حاجه اللي غادي تنفعكم بزاف بزاف البنات، واللي غادي تعجبكم بزاف بزاف، واللي كيطلبوني عليها بزاف ديال المتتبعات. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم كي درتو مع هاد الحراره. والحمد لله على كل حال، حقيقه الحال سخون، ولكن الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، الله يرحمنا برحمته يا ربي. نتمنى الرحمه من الله سبحانه وتعالى، اللهم اجرنا من نار جهنم. الحمد لله، هذه غير ديال الدنيا، فما بالك بديال الاخره. ايوا الحمد لله، الله يلطف بينا وبكم وبالمسلمين اجمعين يا رب يا كريم. شكرا لكم البنات على التفاعل ديالكم، شكرا لكم البنات على الدعوات ديالكم. و اش غنقول لكم، فاذا كانت هاد القناه يعني طلعت، فرا الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع لكم، وعلاش لا ما نوصلوش 100 ان شاء الله يا ربي. هنا البنات، هاني وصلت عند الصديقه ديالي، وغادي نشارك معكم البنات المعلكه اللي بزاف ديال المتتبعات كيطلبوها مني. ومهم الحاجه ملي كتجي وقتها وصافي، اما انا ديما اي حاجه طلبتوها مني كتبقى في البال ديالي. هنا البنات، هاد المعلكه هذا كتجي خطيره. كيلو د الكاوكاو، كتحمريه وتطحنيه بالقشور ديالو، يعني تحمريه وتطحنيه بالقشور ديالو. كتزيدي عليه واحد نص كيلو ديال الكوك، ومن الاحسن البنات يكون الكوك الميدم باش كتجي كتعطي نتيجه احسن. هنايا نص كيلو ديال السكر كلاصي. بطبيعه الحال البنات كنخلطوا النواشف هما الاولين كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ايمان بقيت تهضري معنا في الفيديو مباشره، بعض المرات البنات ما كيصلحش باش نهضر فيه مباشره. هذا هو علاش كنعاود ندير المونتاج من بعد، يعني كيكون الصداع اولا كيكونوا الناس حدايا كيهضروا، فما يمكنش نقول لهم سكتوا. كنضطر انني نصور ومن بعد ندير المونتاج. هنايا البنات كدير واحد جوج خميرات حمر. انا البنات في الحقيقه كنستعمل ايديال ماشي اشهار، ولكن لا، 3 الخميرات حمر البنات، ماشي جوج، 3 الخميرات حمر ماشي اشهار، ولكن سبحان الله العظيم انا كنرتاح في ايديال. المهم هنايا كندير واحد 3 ديال الخميرات حمر، وكتخلطوا البنات يعني دوك النواشف مزيان مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. هاد الغريبه البنات راه كتجي رائعه في المذاق، وكتجي معلكه وزوينه. هنايا غادي ندير واحد الكاس ديال الكونفيتور. والكونفيتور البنات يكون جاري، يعني ماشي يعني الكونفيتور ديال الخاص بالحلويات. ونديرو كاس ديال الزيت، والعبار بطبيعه الحال البنات راه كنعبر بالكاس ديال العنبه. من بعد غادي نزيدو هنايا 8 ديال البيضات، يعني 8 ديال البيضات صافي. وغادي نخلطو مزيان مزيان، غنخلطو مزيان داكشي الخليط كامل. واخا تجيكم البنات شويه مرخوفه تخافوش منها، لان راه غادي تشرب، يعني لان ما كنكوروهاش في البلاصه، يعني كنجمعوها وكنخليوها واحد شي شويه حتى تنشف، واحد 10 دقائق هكاك، وعاد نبداو نكورو فيها. كيف ما كتشوفوا راني كنخلط خلاط عادي فقط، ما ندلك ما حتى شي حاجه، غير المهم زعما غير يتجمع ليا هذاك الخليط وصافي باش يجي متجانس. وكنكورها. بالنسبه للتكويره البنات، هانتوما راه كندير انا 20 غرام، يعني درت 20 غرام في كل كويره حيت كنعبر، وكندوزها في السكر كلاصي. ومن الاحسن يكون السكر كلاصي سبيسيال كيف ما غادي تشوفوا. يعني هانتوما فاش ها السكر كلاصي فاش غادي ندوزها، وهذا السكر كلاصي سبيسيال تكون فيه واحد الخميره، يعني تكون فيه واحد الخميره صافي. ندوزوها كامله في السكر كلاصي،
ونديروها في الطاوة ديالتنا. بطبيعة الحال الطاوة تكون فيها ورق طبخ باش ما تلصقش لينا، وندخلوها للفران ساخن بطبيعة الحال حتى هو الاول تتفقع، عاد نطلعوها للفوق. وها هي النتيجة البنات، يعني من بعد ما طابت حقيقة كتجي مفقعة زوينة، لا من ناحية المنظر ولا من ناحية المذاق، غزالة غزالة بزاف بزاف. وبطبيعة الحال اللي بغا يدير اللوزة من الفوق يديرها، اللي ما بغاش عنده الاختيار انه ما يديرش. بحال يعني ماشي مشكل، يعني كل واحد شنو كيبغي. كاين اللي يبغي ديك اللوزه، كاين اللي ما يبغيهاش، يعني اللي غيبغيها يديرها، اللي ما يبغيهاش ماشي مشكل ما يديرهاش. وهنا البنات دزت يعني كنا ديجا صوبنا الفقاس من قبل. هاد الفقاس البنات راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه ما كيتفكع ما حتى شي حاجه، كيجي زوين. ها هو من حيت قطعته، كيجي زوين لا في المنظر ولا في المذاق البنات. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق ان شاء الله. اللي بغى المقادير راه كاينين في القناه. وهنايا حمرته، ها نتوما من بعد ما كيتحمر ها هي النتيجه. ايوا المهم شاركت معكم غير فيديو خفيف، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، وشكرا على الدعم ديالكم. ما تنساونيش من البارطاج ديالكم ومن لي لايك ومن الدعم ديالكم لهاد القناه. وشكرا لكم بزاف على المشاهده، وحتى الفيديو